ازيكم عاملين ايه؟ تاني طاقة. 1 2 3. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا جماعة النهارده انا وزياد قررنا ان احنا نجرب كل المنتجات الايه بقى؟ المصري. علشان احنا هنقاطع، المقاطعة مش بس يوم ولا اتنين، دي مقاطعة العمر كله. ليه بقى؟ فكرة ان هم كانوا بياخدوا مننا يعني بفلوسي بتضر اخويا، لا الكلام ده مش هيحصل تاني. احنا مش هنقطع يوم ولا اتنين ولا تلاته، احنا هنقطع العمر كله، وعلشان كده محتاجين ندور على البديل. مهم قوي بقى ان اي براند مصري يهتم بموضوع الكواليتي. الماركتنج جايلك على طبق من دهب. يعني انا دلوقتي اول مره اكتشف براندز، يعني مثلا ده اسمه مصر كافيه، اول مره اشوفه، فكون ان انا جربته لو لقيت الكواليتي بتاعته حلوه طبعا هطلبه مره واثنين وثلاثه. وعلشان كده بجد ده رزق كبير قوي قوي لينا كمصريين ان احنا ننفع بعض ونهتم بالكواليتي. الكواليتي مهمة. ايه هي؟ النهارده في بعض المنتجات ممكن لبعض الاجيال هي تناسب، لكن في حاجات بتبقى ممتازة جدا جدا جدا، ويمكن الجيل اللي اكبر شوية عارفها. حاجة قديمة يمكن جيل الثمانينات حضرها، حاجة زي كاراتيه. معظم جيل الثمانينات حضر كاراتيه، وان شاء الله هيعجبكم زي ما عجب كل جيل الثمانينات. كومنت المفروض ما اقولوش بس انا هقوله. يعني هو سباتس جامده وكل يوسف اللي خلاني اخد بالي منه. دي انا اسفه لسباتس والله انا بحبكم جدا بس بصوا التعبئه اصلا يعني دي اقل من دي، شايفينها؟ فنهتم بقى، نهتم بالحاجات دي عشان دي يوسف او يعني هو قعد يدور عليها كتير جدا، وهو اللي قال لي بصي يا احلام دي بشتري دي. فتعالوا بقى دلوقتي ندوق كل الكلام ده، وتعالوا اوريكم كمان بالكاميرا الثانيه احنا جايبين ايه. الاسعار 380 اوردر كبير. هو فين الفاتوره؟ فين يوسف الفاتوره؟ ماشي دي ب 380 ودي ب 100، دي ب 360. استنوا 300 وكام يا زياد؟ 360 ودي ب 183 جنيه. لو هشتري حاجات دي اللي هي الحاجات التانية اللي مش مقاطعة، اسمها المقاطعة، لو هشتري حاجات يعني من غير دول خالص لو مش مصريين، لا انت بتتكلم في رقم يعني دول يدخلهم في 700 800 900 كمان. فتعالوا بقى نجرب. بصوا بقى كده، تايجر بديل شيبسي، بيك شيبسي بديل شيبسي، فلامانجو وكاراتيه. ما بحبش بصراحه فلامانجو بس بحب كاراتيه. بسكوت اولكر ماشي، وكمان لوتس. بصوا وديسباسيتو دي كانت اول مره اشوفها، ومولتو دومتي، حركات، تكات، شاي العروسه، في كمان الكابوس، وفي كمان شاي تاني، وفريسكا. كل الشمعدانات والحاجات دي مصريه، وبيست وجهينه، وكمان هي ايه دي اسمها حلوه دي ولا ايه؟ حوا اوكي. والبن ده، والبسكوت ده جامد يا جماعه بجد، حلو قوي حلو قوي قوي قوي. تعالوا نبدا بقى. اول حاجه اتفضل بديل شيبسي تايجر او بيك شيبسي. انتوا سمعتوا صوت القرمشه كويس حلو. في احلى ده جديد ده. ماشي انا تقريبا بحب الشيبسي ده اسمه سموكي تشيز تايجر. حلو احلى من الفلامنجو. جامد فلامنجو. ده فلامينجو بقى. ده فلامينجو بتاع ايه بقى؟ سواء بالسوداني الحلو ده بقى يا جماعه. ده نقله الشكل القديم اللي هو كان شفاف. ايوه كان شفاف. ايوه هو باكج تحفه يعني. طبعا هو جميل بس يعني عشان الاطعم بس ما تختلفش فمش هقدر اكتر بس منه، لكن هو جميل على فكره. طعمه جامد احلى من اللي كان شفاف. لا جامد. ده كاراتيه حلو قوي. والله بصي كلب جامد. القديم رجع تاني. تعالوا دول يا جماعه. بصوا قد ايه حجمها كبير. لا تحفه. مطلع مدور. هنفصل كده بميه. برضه قعدوا يقولوا لي افتحيها من قبل التسويق، قلت لهم ابدا افتح مش قادره افتح. إيلانو ميه مصريه 100%. حتى الميه يا رب كنا بناخدها من بره. يلا ديسباسيتو شكلها جامد، ده اول حاجه. يعني الباكجينج تحفه. افتح يلا امسك. كوكونات اند فانيلا وايت شوكليت، يعني دي شوكولاته بيضه بالكوكونات. فتحتها معلش. بصوا شوكولاته بيضه. الشوكليت بقى نشوف قد ايه مسكره.
حاجه بسيطه، الموضوع حاجه بسيطه. مش هتتفتح. فيها جوز هند كتير قوي. ما هي دي بجوز الهند. مليانه جوز هند. لكن انا عندي بقى هتلاقي محشيه جوز هند. ما بحبش جوز الهند. فريسكا ميلك شوكليت، ماشي، شوكولاته باللبن. انا دي عايز ادوقها بقى، عايز اعرف ايه ده. مش عارف ازاي فريسكا. فيها بسكويت على فكره. هتلاقي محشيه من جوه فريسكا. خد دوق. فيها بسكويت من جوه. بعشق البندق، بعشقه. ما حلو بس مش قوي او وحشه بصراحه. انا ما اعرفش كورونا الصراحه. مش انا مش وحش. متفائل بيها. يعني مش وحش، هي فيها حاجه غلط. دي دارك، دي ممكن اللي معاكي. وحشه قوي. وريني كده. دارك. وريني دارك. دارك. دارك، ما اصلا دارك، ما يعني طبيعي. دارك. ما فيهاش سكر متهيألي ولا ليه ما فيهاش سكر؟ دي دايت دي ليه ولا الشوكولاته ما فيهاش سكر؟ دوقي اللي مع زياد. دي بقى كريز بشوكولاته. خد بقى دي هتلاقيها اجمل. لسه بس دي وحشه قوي. ديسباسيتو احلى. لا هي حلوه، يعني دي اللي انا بدوقها حلوه. في الكواليس. دي شوكولاته عاديه صح؟ عادي. انا مش بحب الشوكولاته العاديه، سهلة بحبها يعني. بالبندق. مش عايز فتح؟ خلاص مش لازم. لا دي بالنعناع. يا باشا اديني فروت. ماشي تمام. منت، مكتوب منت بالنعناع. طعمها حلو قوي. على فكره هي كويسه بس تاخد معايا 7 من 10 بصراحه. اكتر حاجه عجباني في الموضوع المقاطعه ده ان هي فعلا عملت وعي كبير قوي. يعني انا وانا بركز، واكيد يوسف وهو بيشتري قاعد يفكر ايه اللي مقاطعه وايه اللي معانا وايه اللي علينا. خدت ده قسم البسكتس او البسكويت. تعالوا نبدا بفريسكا. فريسكا كانوا عاملين اعلانات تحفه. بصوا ده شكل، ده اول شكل احنا جايبين منها 5، وده تاني شكل، ده كمان. دي اكتر حاجه انا بحبها. دي فريسكا ستيكس دي. ماشي. وانا اكتر حاجه بقى في واحد بقى جامد قوي بس انا ما رضيتش اجيبه بالحلاوه. فريسكا حلاوه، اكنك ماسكه بار حلاوه بتاكليه بالظبط. لا وفي برضه فريسكا اللي هو زي ده اللي بالاحمر بشوكولاته خطير. فريسكا كتير قوي فريسكا. خطير. انا بعشقه على فكره، اللي هو فريسكا اللي ورقته حمرا ده اللي هو فريسكا احنا لو قعدنا معاها بس نجيب حلقه كامله لفريسكا بس. طب وانت ليه ما جبتش بقيه فريسكا؟ كتير قوي. فريسكا بالشوكولاته من دي احلى. خطير. شوكليت فيها قهوه، بكريمه القهوه. ما بحبش القهوه. انا خلاص فريسكا قهوه. ما دي فريسكا. بس اقول لك بقى على حاجه، دي بقى الصوابع زمان. انا ما بحبش خالص البسكوت او كده، بس فعلا طعمها حلو قوي، طعمها حلو قوي. يا جماعه اتكلم بقى دلوقتي الناس اللي هي الكبار شويه. الشوكولاته الصغيره اللي احنا كنا بنحبها عن الناس اللي هي كانت مستطيله، نفس الطعم بتاع زمان. بتاع اللي بيجيبها من مقله. ايوه هي دي. طيب دي ويفر ملفوف محشو بالكريمه والكاكاو بالبندق. دي في قصه ثانيه دي بقى. دي خطيره. استنى مش هاكلها كلها. لا دوقيها تاني. خطيره. جميله. دي عشان دي لازم نطبل لها، انا بحبها. البندق حلو تصدق؟ لا ما هي حلوه انا عارف. حابه بنعملها سيجار. جامد. طعمها جامد وريحتها كمان جامد. بصوا فيها بسكوت يعني مليانه، مش كده. بالكاكاو والبندق. ماشي. على فكره يا جماعه معظم منتجات فريسكا جميله فعليا. العروسه مش بس العروسه بديل لليبتون، مفيش ليبتون تاني، لا كمان في الكابوس، وفي كمان كام نوع شاي تاني مصريين حلوين جدا. كان في بنوته عامله ريفيو بتقول شاي بفتله مش عارفه. انا بصراحه مش بشرب شاي خالص. احمد تي معانا. احمد تي؟ معرفش، بس ده كويتي ولا مش مصري؟ لا احمد تي معانا والله. ماشي. عامة ده شاي العروسه، قلت اقول لكم ان هو مش مقاطعه ومعانا وسبورت جدا. البن، انا بحبش البن، زي بيعشق البن. هعمل ايه بالبن؟ هاخده بحطه على الشامبو. دي طريقه تحفه عشان تنضفي شعرك من التراب وكده. فانا هستخدم ده، مش عيب خالص ومش حرام، بالعكس ده نوع من انواع النظافه. قلت اقول لكم يعني. بحب الوجبات او الناس اللي هي بتبقى في غالب الوقت بره البيت، فدي بتبقى من الوجبات السريعه والمشبعه، وقبل ما اروح اخد وجبتي الاساسيه، وحاجه جميله ومجربه اكيد من ناس كتير. دلوقتي المكرونه بقى من الاكلات الاستراتيجيه او اليوميه اللي بناكلها كلنا في كل بيوتنا. انا عندي سؤال، هي الملكه بره؟ مش عارف. بس دي جوه. انا ما اعرفش بقى. دي جوه. طب عامه المكرونه دي اسمها حواء. طب ايطاليانو ولا ايطاليانو؟ لا شايفه اسمها اصلا ايطاليانو. دومتي كلها معانا جبن بقى وكل حاجه. طيب دومتي كلها. دومتي معانا؟ ايوه طبعا. جبنه دومتي. يلا ندوق زياد. زي ما قلت لكم دي وجبه للناس اللي بره طول الوقت. ده بالجبنه الرومي، عجينه هشه وجميله ومش محتاجه اي لا عصير ولا تبلع ولا حاجه، فالعجينه تحفه. زي ما قلت لكم حاجه. العجينه برضه حلوه. يعني مشبعه. اقطعيه. يوسف بيعلمني ازاي اكون فيديو بلوجر. انا كان نفسي ابقى فود بلوجر الصراحه. بالجبنه الاسطنبولي بلس هنعمل كده
بصوا الجبنه، في جبنه من جوه كتيره. انا مش متاكد من تودو الصراحه، بس هي تودو معانا ولا علينا؟ ما دي تبع ايديتا، اظن شركه ايديتا كلها معانا، مامولتو ايديتا برضه شوكليت وكراميل الاثنين. كراميل مملح وكريمه. ده جديد، ده هتلاقيه بيجزع. ما دقتش اي حاجه لسه هتلاقي ان شاء الله. ايوه كده. دوقيه بصي الاثنين، بصي الكراميل طلع جت في بقي. ايوه جميله. معلش بقى ده مش اعلان. بحب اللوتس، هاكله بصراحه. هو لوتس لوتس بس خلاص. انتوا عارفين الترند اللي طلع ان هو يعني اتعرف جدا، بيقول لك منذ 1920 يعني زمان قوي، من قبل راي وسكينه. دي بتفاح احمر، تعالوا بقى ندوق. نفتح. طعمها حلو، فيها صودا مسكره. دوق. جميله والله، بنفس طعم اول واحلى فانتا تفاح الازازه العسلي اللي كانت بتنزل من زمان. هو ده بيور؟ لا ده ما فيهوش سكر خالص. ده طعمه احلى. بيتي طبعا بيتي ده مسكر، بس ده طعم البرتقال فيه اكتر. لا بيتي محطوط له سكر اكتر بصراحه. بيتي وجهيني لا جامدين، مش محتاجين نتكلم لا عليهم. هو فعلا بجد الفرق ما بين ده وده اللي هو عليه سكر ومعلوش سكر، فده بيبقى على حسب بقى كل واحد وبيفضل ايه. فاكرين بيست ده كان زمان ب 75 قرش. احنا كده جربنا وانتوا كمان لازم تجربوا. يا جماعه شجعوا المنتج المصري من هنا لحد اخر يوم في عمرنا. عايزاكم على الفيديو تكتبوا لي كومنتس ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا، وبس كده. واي تعليق منكم على اي حاجه ممكن حتى كمنتج مصري ان احنا عايزين نحسن من الجوده، يا ريت برضه عشان نقدر صوتكم يوصل للناس كلها ان شاء الله. بس كده. يلا سلام.